دابا باش ساليت معاك الحصات تقريبا ديال الوقت شهر 6 7 8 بس 6 شهور انا في 8 شهور دابا رجعتي الخدمه تماره شويه لطيف جلوس مزيان. الاعراض اللي كانوا عندك في الاول رجعوا لك نفسهم ولا غير هذا المشكل ديال الرجل اللي بقى لك؟ لا شي بحال 100% ولكن تقريبا شي غدوز واحد شويه الوقت يرجع لك المشكل كالاول. خاصك تعرف هذه القضيه علاش حيت دابا واخا تعالى شي انا فين كيطيحوا فيها اش قلت لك نشرح لك حيت هادشي اللي كيطيحوا فيه الناس بزاف. الناس كيمشيو مثلا عند معالج ولا كيمشيو عند شي واحد يخدم معاهم اش كيطرى ليهم بقى معولين غير على داك الشخص اللي يخدم معاهم يعني صافي راك درتي مثلا الحصص وليتي بخير 100% لا موليتيش بخير 100% كيبقى عندك مشكل في العضلات اللي وريتك دابا في التصويره. العضلات ديال الورك هنا ضعاف بزاف هادو خاصك تقوي العضلات. شنو دير التمارين ديروا التمارين راه مهمين لكم. راه ما خدمناش على التقويه ديال هاد العضلات ما غتبقاوش عندكم محافظين على النتيجه وما غاديش تراو 100% يعني ضروري خاص الخدمه. نركزوا على العضله ديال الظهر ديال الكرش القداميين يكونوا صحاح. هذاك تمبيري فورم لقيتو شويه متشنج لك هنايا انا عندك مشكل هنايا. شنو كنبغي نوصل ديما بان المشكل ديال العضلات هما اللي كيخلقوا هذا المشكل. ديما كنشرح لكم هادشي نوصل لكم هاد المعلومات. راه ما خدمتيش على العضلات راه ما كاين والو راه ماشي مهم هو العظام تخدم على المفصل تخدم. العضلات اللي كيثبتوا لينا المفصل في بلاصتو وكيحركوه راه هما اللي فيهم مشكل. الا ما خدمتيش على هاد العضلات بالضبط وقويتيهم وحافظتي عليهم راه ما غاديش توصل لنتيجه 100%. من المشكل اللي عندك واش كدرك هاد النقطه هادي؟ انا كدرك انا البيريفورم هنايا. الطريقه الوحيده باش تخدموا هاد العضلات هي هادي ما كاينش شي طريقه اخرى من غير لاكيبانكتور يعني درايلينغ. هي الطريقه اللي كتعطي نتيجه مزيانه حيت العضلات كاينين لداخل عضلات عميقه لداخل ما كاينش شي طريقه باش نوصل لها. وقت دير الماساج ودير شي من حاجه ما عطيكش نتيجه. الطريقه الوحيده باش ندخلوا ليهم لداخل هي هكا. هذه الطريقه الوحيده اللي كتعطي نتيجه مزيانه باش نوصلوا ديك العضلات العميقه. اكثريه المشاكل اللي كيكونوا في العظام ديال الساكروم هنا اللي كنشوفوا مع الناس بزاف هما بسبب هاد العضلات. العضلات كيبداو في العظم الراس ديال العظم هنا ديال الفيمور كيساليو في الساكروم يعني كيوقع فيهم مشكل هما اللي كيبدلوا لنا الوضعيه ديال العظم. يعني 90% ديال المشاكل كامله عندها علاقه بالعضلات. خاص العضلات تكون ديما قويه ديما تكون فيها الاطاله ديما لي زيتيرمون مزيان المحركات طيف بزاف الجلوس بزاف. ما بين الاسباب اللي كيمرضوا لينا هاد العضلات نديروا تحفيز ديال العضلات ديال الورك من الداخل. الجهاز مهم بزاف كيعاون في الخدمه ضروري خاصنا نديروا تحفيز هاد العضلات يكون فيهم واحد الخمول. لهذا ضروري نحفزهم باش انهم يديروا الخدمه ديالهم نعطيهم دي كونتراكتور كما كتشوف معايا كنديروا دي كونتراكسيون باش العضلات يخدموا. التمرين مهم هذا خاصك تبقى ديرو في الدار سمعتي هذا ولا تبقى تخدمي بزاف تاخذ ليستيك بحال هكا تبقى تخدم بحال هاد الحركه جر الفوق تخلينيش نهبط دور رجلك ديما رجلك الدور كما قلت لك رجلك ندورها بحال هكا باش نسيبليو هاد العضلات ديال الورك هكا ورجلك تبقى مهزوزه هنايا. افضل تمرين واحسن تمرين كيعطي نتيجه مزيانه. دار خاصك تقوي هاد العضلات الا ما قويناهمش ما كاين والو. جر الفوق برافو خليك تما واحد جوج مزيان فوالا هبط عاوتاني رجع طلع جوج. وفي الاولى كان عندك مشكل الساكرو الياك في العظم كان عندك مشكل في المفصل عالجناه داز 6 شهور رجع عندك المشكل في العضلات ضعفوا لك. لما جيناش نعالجوا العضلات خرج لك المشكل اللي جيتي عليه في النهار الاول واش اللي ما خاصناش نطيحوا فيه. لهذا من بين التمارين المهمه اللي غنديرو حاولوا تاخذوا بحال الاستيكات هما ينفعوكم بزاف. انا كننصحكم تاخذوهم غينفعوكم بزاف في الخدمه هما اللي غادي يخدموا لينا الحوض مزيان. كاين تمارين بساطه نوريكم ديروهم. هذا ثاني هذا احمر زوين هذا ريزيستونس ديالو واش مزيان ولا. اسمح لي انت شوف خدم غير بالورك ديالك حسب الورك ديالك كيدور رجلك تبقى هكا نيشان دايره برافو حافظ ليا على الوضعيه. راه كما قلت لكم التمارين هي اهم حاجه. برافو مزيان كاين بزاف ديال التمارين ركز على الجوج اللي مهمين. دفع بقى دافع واحد جوج ثلاثه افنيجان باد ظهرك مزيان زيد خليك في هاد الوضعيه خليك حاب رجلك وتفرجك لور
مزيان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الا ما كانش عندكم شي طريقه كيفاش تاخذوا هاد لاستيك غير قولوا لي، انا ندير معكم واحد الحل. ناخذوا واحد المجموعه نجيبوها، حتى كنجيبو من لي سيت ويب ديال برا، ناخذوا واحد الكميه كبيره ونجيبو نوجدها لكم ان شاء الله. حيت بزاف كيوصلوا عليهم، الا كنتو باغيين ما ناخذهم لكم.